نزل فيديو متداول لصبية عم تعيط وتبكي وتقول الأمن العام جاي ياخد بيتي بالقوة، والتانية بتعيط بالشارع وبتناشد السيد أحمد الشرع تعا شوف شو عم يعمل الأمن العام فينا. وتعاطف معها كتير ناس على السوشيال ميديا. وبعد كل هالعرس يلي عملته تتضح القصة إنه البيت كان لشخص معارض للنظام المخلوع ومهدد بالاعتقال، وهرب برا البلد. وبعد هروبه النظام صادر البيت عن طريق يسار الأسد ابن عمه للمخلوع، وجاب هاي العيلة وسكن فيه. وشو المقابل ما حدا بيعرف. وهلأ لما رجع صاحب البيت عم يطالب ببيته أصولا عن طريق الأمن العام، قامت صورت وطلعت بهاي التفاصيل يلي رح تشوفوها بهالفيديو. يلا هي الامن جاي يطالعنا من بيتنا وياخذ حالنا على الناشد الرئيس احمد الشرع. يا يشوف شو عم يعملوا هدول الزعران. يلا يعني ضربني وبكى وسبقني واشتكى. الناس عم تقول إذا كان هذا البيت إلك المفروض تطلعي وراء الملكية، مو أحسن من الدراما يلي عم تعمليها؟ وهلا بس المهم تخربوا هالبلد وتزرعوا الفتنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن شي